بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله القرنبيط. طبعا هو بشار الايام دي ولسه طالع. بنختار القرنبيطة تكون فاتحة، وكمان الوردات متماسكة ومتصلة ببعضها مش منفصلة. نبدأ نشيل الجزء الخارجي زي ما احنا شايفين، ونبدأ نشيل الأوراق منها، وبعد كده نشيل الجزء اللي في النص عشان نفصل كل الوردات. انا جايبه قرنبيطه صغيره يعني عشان تكفي الغدا. هعملها بطريقتين ان شاء الله، اقول لكم كده. واحنا شغالين نعملها باذن الله مقليه وكمان في الفرن. طبعا زي ما احنا عارفين اللي بيتقلي في الزيت بيكون يعني تقيل شويه، فعشان كده هنعمل النص مقلي والنص في الفرن. خلصت كده كل الكميه. طبعا فصلت كل زهرات القرنبيطه. هنجهز بقى ميه مغليه، وهنضيف عليها معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من السكر. هنبدأ ننزل بالقرنبيط. ممكن برضو نضيف ربع كوباية لبن بتقلل من ريحة القرنبيط بشكل كبير. مدة السلق تقريبا 3 دقايق بالظبط بعد الغليان، ونطفي على طول ونصفي. ممكن كمان نغسله تحت المية عشان نقلل من التسوية، لان احنا هنسويه طبعا بعد كده. معايا بيضتين وكمون وملح وفلفل اسمر وكزبرة وبابريكا وشطة، ومعلقة من الملح، ومعلقة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من الخل. وهنضيف ربع كوباية لبن، انا مش عايزة خلطة كتيرة. هنقلب كله بقى مع بعض، وبعد كده هنضيف معلقة كبيرة من النشا، وبعد كده ننزل بالدي تدريجيا. يعني احنا ضفنا هنا حوالي نص كوباية بالظبط. نقلب كويس جدا. طبعا البهارات بنحط ربع معلقة صغيرة، مش عايزين كمية البهارات تبقى واضحة كده في الخلطة. هنضيف حوالي نص كوباية من الكزبرة على البقدونس، ممكن كزبرة بس. طبعا على حسب الرغبة، لو عايزين كمان شبت بس بتبقى ريحته قوية شوية. ممكن برضو في ناس بتحب التوم، بس انا جربته بصراحة قبل كده بالثوم ما عجبنيش قوي. بس ممكن برضو لو بتحبوا طعمه مفيش اي مشكلة. شوفوا بقى الخلطة بالظبط بتكون بقوام الكيك كده. هننزل بقى بوردات القرنبيط ونقلبها كده في الخلطة. في طبعا ممكن نعمل خطوة وناس كتيرة بتعملها، نطلعها على دقيق، ودي بتخلي لون القرنبيط افتح بكتير ولونه ذهبي، لان الطبقة الخارجية بتكون دقيق بس. المشكلة انه طبعا بيعمل طبقة سميكة من الخلطة دي. رقم واحد. رقم اتنين، طبعا بيبهدل الزيت جدا، يعني بيغمقه من اول مرة. فطبعا يعني ده اهدار طبعا للزيت. غير ان الطعم بصراحة لما بيكون الخلطة قليلة انا بحس ان الطعم اقوى، والقرنبيط بيكون مسكر جدا وطعمه احلى بكتير. بس طبعا لو عايزين الخلطة اكتر فممكن تطلعوا القرنبيط تحطوه في دقيق، وبعد كده تنزلوه على الزيت على طول. بنقليه بقى ونقلبه طبعا باستمرار عشان ياخد لون موحد لحد ما يوصل لدرجة اللون الذهبي الغامق شوية. هنخرجه بقى من الزيت. انا عملت هنا نص الكمية تقريبا. طبعا القرنبيط المقلي مهما عملنا لازم برضو بيشرب كمية زيت. هو طبعا هنا مش بيشرب كمية كبيرة بصراحة، لان الخلطة مش كتيرة. بس برضو يعني في ناس كتير مش بتحب المقلي، فانا عملت نص الكمية بالشكل ده مقلي في الزيت. زي ما احنا شايفين مقرمش جدا، والخلطة مش كتيرة خالص. والنص التاني هنعمله بشكل مختلف شوية. هنا بقيت الخلطة وفيها أجزاء من القرنبيط. هنبدأ نقطع عليها باقي الكمية بالشكل ده. نحاول يعني نقطعها قطع يعني متوسطة مش صغيرة. هننزل بمعلقتين من الزيت وحوالي طماطمتين مبشورين، وننزل بشوية خضرة ونقلب. ولو احتاج طبعا حبة ملح نزود.
نقلب بقى كل المكونات مع بعض كويس جدا، ومعايا صينية مدهونة بالزيت، ونبدأ ننزل بالخليط ونسوي طبعا الوش كويس قوي. لو لاحظتوا انا مش مزودة كمية الخلطة، يعني القرنبيط يمكن واضح اكتر، عشان كده بسويه كويس في الصينية، ورشة زيت كده على الوش. وبعد كده ادخله الفرن على درجة حرارة حوالي 200 في الرف الاوسط. شو بقى القرنبيط اللي احنا قلناه طعمه تحفة ومقرمش جدا. هنا بقى الصينية خرجت بعد حوالي نص ساعة، طبعا مستوية جدا لان كمية الخلطة الموجودة فيه قليلة. شوفوا من تحت اللون حلو جدا. وبجد قرص القرنبيط ده يعتبر خفيف جدا، يعني كمية الزيت اللي انا ضفتها فيه برضو قليلة بالمقارنة بالمقلي. بقطعه بقى كده مثلثات وبيتقدم بصراحة تحفة. بتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناتي. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.